تفسير علمي جديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيوة لهم فيها زفير وشهيق. هو احنا مش متفقين ان احنا بناخد الشهيق الأول وبنخرج زفير؟ ليه ربنا عكسها؟ بصوا يا جماعة، الحالة دي ليها حالة مماثلة في الطب بنسميها respiratory distress أو صعوبة التنفس. ايه اللي بيحصل فيها؟ ده اللي محتاجين نعرفه حالا. بصوا معايا دلوقتي، احنا عندنا دي ايه؟ الرئتين بيكونوا من كذا حاجة كده مكون جواهم، لكن احنا عندنا اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي مجموعة من البالونات اسمها الفيولاي. ماشي، خلينا نشوف صورتها بشكل افضل. ماشي، فاحنا عندنا ادي شكل الالفيولاي من جوه، او اسمها الحويصلة الهوائية. الحويصلات الهوائية دي بتكون متغطية، شايفين الغلاف الازرق ده؟ بتكون متغطية بالغلاف ده. احنا الغلاف ده بيكون فيه ثقوب زي برضو ما شفتوه. حلو، الثقوب دي لما بيكون في اي امراض رئويه، عافانا وعافاكم الله، او يكون في حاله زي حالات الحرق، لان احنا بنتكلم على ايه بتتكلم على النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. اللي بيحصل ان الثقوب دي بتبدا توسع. لما توسع هتدخل سائل جوه البالونات، جوه الدواير اللي انتوا شفتوها دي. ماشي، السائل ده عباره عن شويه بروتينات مع، هي هتقفل الحته دي، مع شويه بروتينات مع ميه. فتخيل انه المكان اللي بيحصل فيه تبادل غازات بدأ يتقفل بشوية سوائل. هل كده الإنسان هيقدر يحصل له تبادل للغازات، يبدأ يطلع ثاني أكسيد الكربون أو يدخل أكسجين أصلا؟ انسى. طيب في حالة تانية، الحالة التانية دي إن نفس البالونات دي من جوه بتكون متغطية بحاجة اسمها السرفاكتنت. من جوه متغطية كده على الحواف بحاجة اسمها السرفاكتنت. ده عبارة عن مادة بروتينية مع شوية دهون، كل وظيفتها ان هي تحافظ على البالونة دي ان هي تقدر تنقبض وتنبسط بسهولة جدا من غير ما تنكمش. ففي الحالة دي، او لما يحصل بقى بيرنينج او يحصل حرق يعني، او يحصل امراض رئوية، ممكن السرفاكتنت ده يتأثر بان هو يقل بقى، يروح خالص، يبوظ خالص. فاللي هيحصل ان ايه، شوية البالونات دول هيبدأوا ينكمشوا، حاجة منكمشة على بعضها. هينفع يدخل لها هواء يخرج منها حاجة؟ مفيش، خلاص. طيب وبالتالي هنا مفيش تبادل غازات. ايه علاقة اللي انت بتقوليه يا ياسمين بالآية الكريمة؟ بكل بساطة، لما الحاجات دي بتحصل بتظهر كأعراض على الإنسان. ايه هي الأعراض اللي ممكن تحصل؟ ليها 4 درجات، مقسمينها 4 درجات. عدولي أول 2، ندخل على الدرجة الثالثة، وهنا بتكون حالة خطيرة مش حالة وبس. الدرجة الثالثة بيحصل فيها حاجة اسمها جرانتنج. الجرانتنج دي معناها انه يبدأ الانسان يخرج زفير بأنين، بيئن هو بيخرج الزفير، وبعدين ياخد شهيق، وبعدين يقف، وبعدين يرجع يخرج زفير، وبعدين ياخد شهيق ويقف، وكذلك بقى دايرة عمالة بتروح وتيجي في نفس الحاجة. هو بيخرج الزفير بأنين، وبعدين يروح مدخل شهيق، وبعدين يروح واقف، وهكذا. طيب في آية تانية ربنا بيقول أيوة زرقة. يعني إيه زرقة؟ دلوقتي يا جماعة احنا لسه عند الريسبيراتوري ديستريس. احنا عندنا نوعين من الدم جوه الجسم. يا إما يكون الدم ده جواه أكسجين أو شايل أكسجين يعني، فهو لونه هنا هيكون برايت ريد أو هيكون لونه أحمر فاتح، أو دم ما فيهوش أكسجين خالص، فلونه هيبقى ما بين إن هو يكون أحمر غامق جدا لحد ما يكون أزرق. حلو. طيب هو حرفيا أزرق. الريسبيراتوري ستريس في المرحلة الرابعة، لما قلنا إن إحنا 4 درجات، في الدرجة الرابعة بيبدأ يحصل فيها حاجة اسمها السيانوزز. حرفيا معناها إنه الوش أو الجسم الإنسان من كتر ما هو ما فيهوش أكسجين هيبقى لونه أزرق. وفعلا زي ما ربنا قال بالحرف يا جماعة، زرقة. يعني حرفيا من كتر إن اليوم هيبقى تقيل جدا على بعض الناس، الله يعافينا يا رب ويجعله خفيف علينا جميعا، هيبقى تقيل على بعض الناس دول. فمن كتر ما هم محشورين والدنيا صعبة، اليوم في حرارة شديدة إلى آخره، هيبقى فعلا وشهم أزرق. عارفين انتوا لما تشوفوا بنت فتقولوا دي وشها فيه دموية، دي خدودها حمراء فهي وشها فيه دموية، اهي نفس الدموية دي، بس لما تكون بنت خدودها حمراء فهي دي معناها انه في اكسجين في جسمها عادي. هي نفس الفكرة، بس اللون هيبقى أزرق، انه مفيش اي اكسجين داخل
خالص. بس كده، أنا عارفة إن ده فيديو كان تقيل شويتين في تفسير الآيتين، بس هُم ليهم علاقة ببعض، علاقة وثيقة يعني، إحنا بنتكلم في نفس الحالة الطبية، فحبيت إن أنا ما أبخلش عليكم وأعمله فيديو واحد. يا رب يعجبكم. سلام.